easy go. يا شباب شلونكم؟ ان شاء الله بخير. جاكم تابعوا فيديو جديد. طبعا شباب بذاك فيديو راح فائدتكم. حننزل الشرح عن لعبة البوبجي وشنو اسباب خلتها تموت، ومشاهدة ممتعة. شباب لعبة البوبجي ولعبة البوبجي مثل ما يسميها البعض، اول ما نزل شباب كان ما حد يهتم بيها الا قليلين، بس بعدين شباب موسم ثالث وموسم رابع اللعبة انتشرت بشكل مو طبيعي بين الناس واللواعيب، وصارت مثل وباء كورونا عندنا، الله يحميكم منه. طبعا شباب وايد شباب ينزلوا على لعبة البوبجي وحصلوا كم مشاهدات وكم لايكات من محمدش منزلون تحديات وافكار لعبة البوبجي. طبعا شباب بلعبة البوبجي تلعبها من جميع فئات الاعمار، اطفال شباب كبار بالسن، مما ادى لحظرها في معظم دول العالم. سبيل المثال يا شباب الدولة الهندية، قامت الدولة الهندية بإلقاء قبض على 30 لاعب هندي كان يلعب لعبة البوبجي، وقامت وضعهم بالسجن. وحاولت شركة تنسد جيم توصل ويا الدولة الهندية على عمود ترفع الحظر عن لعبة البوبجي، لأن الدولة الهندية رفضت وقالت هاي اللعبة سوي إدمان على الشباب الهنود وتعزيهم عن العالم الخارجي. طبعا شباب ساعتكم شو لعبة بوبجي ماتت، لأن هواي ناس ما يدرون من لعبة بوبجي ماتت وانتهت. طبعا شباب ماتت لعبة بوبجي بالموسم السابع أو الموسم الثامن، صدمتوا مو؟ ولما درس شركة تنسد جيم بأن لعبتها ماتت، قام بتنزيل عجلة الحظ. نزل عجلة الحظ عم تستفاد شباب من اللاعبين وحكي ذكيين من تنسد جيم. طبعا شباب الأسباب اللي خلت لعبة بوبجي تموت هي الهيكرية، والثاني سبب هو الجلتشات وهواي أخطاء بلعبة البوبجي. أنا وصلنا موسم 12 وما زالت بلعبة أخطاء وجلتشات وهواية. طبعا شباب ما لهم شركة تنسد جيم عرفت لعبتهم وما عالجوا جلتشات واخطاء لعبتهم شباب ماتت من زمان، وهو الناس عرفوها وحاولوا على لعبة كول اوف ديوتي كاملة مكملة ما بيها لا اخطاء ولا هكرية ولا جلتشات، كل شي ولا بداية ونهاية. وهاي نهاية لعبة البوبجي. وصلنا هذا الفيديو، تدعموني باللايك والاشتراك، ومع السلامة.